السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معاكم زين المصري من قناة مصراوي جيمنج. النهاردة فيديو جديد للمجنون ستارز وتحدي جديد ليه بيوفر فيه كمية جنود مش معقولة. بجد ستارز كل مرة يذهلنا بطريقته المسح أي تحدي وكمية التوفيرات اللي بيوفرها. يعني لما هنشوف كده هنخش هنا وندوس الأحداث، نخش على تحدي عيد كلاش السنوي التاني، ندوس كده هجوم. طبعا أنا لسه ما هجمتش على التحدي، بس زي ما انتم شايفين هو تحدي تقريبا يعني مش عارف هيوفر فيه ايه. عندك كذا مليس، اي نعم المستوى الاول وعندك كمية ملوك المستوى الاول، هو مش تحدي صعب بس التوفير فيه تقريبا مستحيل. فتعالوا نشوف الستارز ده وفر ايه بالظبط واللي كل مرة بيفاجئنا. بس قبل ما نكمل الفيديو بفكرك ان انت لازم تعمل لايك وانك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وخلينا نشوف هو عمل ايه بالظبط ووفر ايه. طبعا زي ما انتم شايفين صعوبة التصميم ده في المليس اللي فيه، فهو نزل من تحت بالبالونات ومع الملك، ومن فوق شوية جنود تنظيف، وهيستنى شوية وبعدين ينزل بتعويذة سكيلدونات علشان تلهيله المليس ده. والمليس اللي فوق خالص زي ما انتم شايفين نزل عليه بكام بالون علشان يقضوا عليه. بعد كده هيستنى شوية وبعدين هينزل تاني تعويذة السكيليدون علشان يقضي على الاتنين مليس اللي جنب بعض دول بكل سهولة وبدون ما يخسر البالونات بتاعته. فهو بيعتمد ان السكيلدونات تلهيله المليس، عشان طبعا ضربته بتأثر على البالونات. زي ما احنا شايفين بيحط يا دوبك بس السكيلدونات وينزل المليس. فاستخدم 3 تعويذات سكيلدونات، ولسه طبعا فاضل له وقت كبير يقدر يمسح فيه التصميم. والملك بينظف ورا القوات بشكل كويس قوي. زي ما احنا شايفين قضى على تالت مليس وادي الرابع اهو، فاضل له تقريبا ضربة واحدة ويخلص منه. واحلى حاجة ان الملوك في التصميم ده المستوى تقريبا واحد وسهل انك تقضي عليهم. تمام. قدر ان هو يقضي على المالديز ده كمان، وزي ما انت شايف جنود التنظيف بتساعد الملك في التنظيف، وهتقدر تشيل شوية حاجات وتسهل على مهمة الملك في التنظيف. زي ما انت شايف كده تقريبا البالونات دي هتموت دلوقتي يا دوبك التسلا، ومش هتعمل اي حاجة تانية. تمام. وبعد كده هيسيب باقي المهمة تقريبا للملك، لسه قدامه دقيقة 48 ثانية علشان يمسح التصميم. طيب وجنود التنظيف اللي هو المينيون شغال بيساعد الملك على قد ما يقدر زي ما احنا شايفين كده. بس تقريبا يعني هو المفروض ان هو يزود في جنود التنظيف، ولا انا مش عارف هو مستني ايه. بس شكله كده عايز يوفر اكبر قدر ممكن من التوفيرات علشان يمسح التصميم بكل سهولة يعني وكده ويوفر اكتر يعني. بس تقريبا هو كده مش هينزل حاجة تاني غير جنود تنظيف تساعده ان هو يقضي على التصميم ده، لان الوقت خلاص فاضله دقيقة او 18 ثانية اهو علشان يمحي التصميم، ولسه فاضله حوالي 31%. فتقريبا المسح هيبقى صعب عليه، وانا مش عارف هو مستني ايه وعمال يتابع حركة الملك زي ما احنا متابعينها كده. على العموم يعني هو مجنون وأدرى هو بيعمل ايه. فاحنا خلينا نشوف ادي الملك داخل ناحية التاون هول. فتقريبا هيفعل خاصية الملك دلوقتي علشان يخرج من سم التاون هول. بعد ما يقضي عليها على طول هيخرج. ها، قطع التاون هول وفعلا خرج من التاون هول بسرعة وكمية جنود صغيرة بس. قدر ان هو يخرج من التاون هول. دلوقتي المليس هيعمل له مشاكل مع الملك، فحط 3 من البالونات علشان يقضوا على المليس ده اللي هيموت له الملك دلوقتي. يا ترى بقى البالونات دي هتقدر تقضي على المليس ولا لا؟ تمام. وفعلا قدرت ان هي تقضي على المليس ده. لسه في جنود من البربري اللي هو اللي بتبقى مع الكينج عايشين، فاضل له 30 ثانية وقدامه 5% من التصميم. زي ما احنا شايفين الجنود بدأت ان هي تلف راح ناحيتها الملك. هيقضي عليهم طبعا بس ممكن لا، ده قدروا ان هم يقضوا عليه زي ما احنا شايفين. وكده فاضل له بس ضربة واحدة لبناء الملك ده اللي هنا ده. زي ما احنا شايفين قدر بكل سهولة ان هو يمسح التصميم زي اكنه مش فاهم انا ازاي تحس هاكر مش بني ادم يا جدعان. زي ما انتم شايفين استخدم ايه ووفر ايه، بصراحة هو لاعب مجنون. وبكده يكون الفيديو خلص. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زرار الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.